النهارده انا مش جاي اتكلم على فندق جديد انا كنت بجربه وبشوف خدماته شكلها عامله ازاي. صراحه تجربه العجله برضو من غير ما تبدل حلو. بس انا النهارده يبقى يوم خطير. تحس ان انا طاير. حاسس ان انا كنت في عالم تاني. اكتر حاجه بتقلقني مفيش خطر على حياتي، كل حاجه فريش. فلفل بس ده لسه فلفل صغير، شوربه عدس صحيه بالتوابل الهنديه، 3 فقرات غير متزنين. انا جاي النهارده احكي لكم عن تجربه كامله عشتها على مدار 3 ايام كاملين. كل حاجه هنا هيلثي، كل حاجه هنا معموله خصيصا عشانك. تجربه جديده فريده من نوعها انا ما شفتهاش في حياتي قبل كده. احلى حاجه طبعا ان انت اساسا اول حاجه بتصحى عليها الصبح يا اما المنظر بتاع النيل من الغرفه بتاعتك. وانا متاكد ان التجربه دي على قد ما هي كانت جميله ومده قصيره قوي، على قد ما هي هتبقى مؤثره في حياتي كلها، واكيد هتبقى مؤثره في حياتكم كلها. احنا النهارده في واحده من امتع التجارب اللي انت ممكن تجربها في مصر كلها. انا النهارده في زين ويلنس ريزورت، اول منتجع صحي متكامل في مصر كلها. ايه فكره الويلنس ريزورت اصلا؟ الفكره باختصار ان الريزورت هنا بيعتمد على 3 محاور اساسيه في حياه اي حد بيجي الريزورت هنا، وهي الصحه النفسيه، تاني حاجه وهي الصحه الجسديه. كده خلصنا اول شكل، خلصنا اول شكل في التمرين. يلا بينا. اول ما وصلت هناك استقبالهم كان لطيف جدا، واستلمت البروجرام بتاعي بالكامل عشان ابقى عارف انا هعمل ايه كل يوم والساعه كام تحديدا. الفندق بالكامل متقسم بنظام الفلل، كل فيلا بيكون فيها 4 غرف. وصلنا بقى دلوقتي للمنطقه بتاعه الكلينكس. منطقه الكلينيك هي موجوده في اول الفندق دايركت على النيل على طول. متحمسين جدا للبروجرام ويلا نبدا نشوف هنبدا بايه. اول تجربه عندي هي كانت عباره عن هيلثي نيوتريشن كونسلتيشن، ودي كانت مع دكتوره ساره. احنا على حسب الجول اللي حضرتك عايز توصله، انا بديلك الدايت بلان وبديلك الكالوريز. اللي اتكلمت معايا اكتر عن نتيجه الاسئله اللي انا جاوبت عليها، وكمان عملت لي انبادي، ومن خلال الانبادي فهمت اكتر تكوين جسمي شكلها عامل ازاي، وانا محتاج اركز على ايه علشان اوريدي اكون بشكل احسن واكون بشكل افضل. وبعد كده عملت اسسمنت مع استاذ احمد راغب. اول حاجه مثلا احنا بنبدا نشوفها انت كل حته في جسمك في مكانها ولا لا، وده كان عباره عن اختبار بيقيم حالتي الجسديه عموما، وبيقيس كل حركات المفاصل والعظام في جسمي كله. وبعد كده رحت اول سيشن في الجيم، وكانت مع كابتن طارق. كانت سيشن خفيفه اتعرفت فيها على الجيم اكتر وعلى اهم الاجهزه، وكانت تجربه جديده بالنسبه لي ان انا اجرب الانتي جرافيتي تريدميل، وهي عباره عن تريدميل بتخليك تحس ان انت كده طاير، وده اصلا بيكون مناسب للناس اللي عندها اصابات اكتر وعندها سن عاليه. وصلنا دلوقتي بقى مطعم جذور. فكره مطعم جذور بشكل عام ان هو بيقول لك ان هو فروم فارم تو تيبل، من المزرعه لغايه الترابيزه بتاعتك على طول. كل حاجه هنا هيلثي. ايه الفكره ورا مطعم جذور وازاي احنا هنا بناكل بقالنا 3 ايام اكل هيلثي صحي 100% وبالجمال والحلاوه دي؟ كل حاجتنا اول حاجه بنشتغل على الطبيعه. احنا عندنا مزرعه، المزرعه عندنا ما فيهوش اي كيماويات بتستخدم فيها. وصلنا بقى دلوقتي للمزرعه. هي ارض كبيره جدا كلها زرع ما شاء الله على النيل على طول. هنا بيبقى موجود كل حاجه فريش. تاني يوم بقى صحيت فريش على فيو جميل جدا، وهو فيو النيل والخضره اللي حواليا في كل مكان. وفطرت في اليوم ده في مطعم ويل بينج. الفطار هنا بقى بيكون في الويل بينج لاونج. الويل بينج لاونج ده بيكون في منطقه عاليه شويه كده. مش محتاج اقول طبعا ان كل حاجه هنا في الفطار بتكون هيلثي. والمطعم ده هو مطعم بيقدم لك فطار صحي جميل جدا على فيو مفيش اجمل من كده. وبدأت اليوم بحاجة جديدة برضو أول مرة أعملها، وهي كانت عبارة عن مديتيشن سيشن مع سالي. أصلا إحنا بنعمل ليه مديتيشن؟ عشان نخلي العقل بتاعنا ونفسنا تهدى. التجربة كلها كانت جديدة ومختلفة عليا، بس الفكرة إن هو بجد ساعدني إن أنا أسترخي بشكل كبير جدا، وكانت تجربة جميلة. وبعد المديتيشن رحت على طول علشان أجرب جلسة الأكسجين ثيرابي، ودي تجربة مخيفة إلى حد ما، لأن هي بتبقى عبارة عن تيوب كبيرة كده أنت بتخش فيها
بيتقفل عليك، بس الفكره انك بتتنفس فيها اكسجين بنسبه 100%. كنت قلقان منها شويه في الاول، بس بعد كده كل حاجه كانت كويسه بصراحه. اللي بيعمله الجهاز ان هو بيخلينا نتنفس اكسجين 100%، سرع مجرى الدم زي ما قلنا، ان هو بيشتغل زي الانتي بايوتيك، زي اللي هو المضاد الحيوي من غير ما ناخد انتي بايوتيك. وبعد كده رحت لدكتوره اميره، وهي دكتوره علاج طبيعي. الاكيبانكتشر بتحسن اكتر البالانس بتاع الجسم كله. المشكله ان انا كان عندي اصابه في الرباط الصليبي، بصراحه كنت عايز اطمن اكتر على رجلي وابقى فاهم المفروض ان انا ابدا اعمل ايه عشان اقدر استشفي بشكل احسن. عملت لي سيشن خاصه بالابر الصينيه، وكان الهدف من السيشن ان هي بتجدد مسارات الطاقه في جسمي وتساعدني ان انا اكون اوريدي فريش بشكل احسن. وبعد كده جربت واحده من اجمل التجارب اللي موجوده هناك، وهي تجربه الاي بايك. الاي بايك دي هي عجله عاديه بس بتشتغل بالكهرباء. كانت تجربه جميله، وكمان ان انت اوريدي بتاخد البايك دي وبتتمشى بيها على فيو النيل التحفه اللي جنبك. وبعد كده عملت تجربه اليوجا. الموضوع التحدي شويه لان انت بتعمل حاجات انت ما عملتهاش قبل كده. اليوجا برضو بالنسبه لي كانت من التجارب الجديده، ولكن كانت تجربه مختلفه. هي اصعب شويتين من المديتيشن بصراحه، لان فيها شويه حركات كتير كده مختلفه وصعبه شويه كانت عليا، لان انا اول مره اجربها، بس ساعدتني ان انا استرخي بشكل كبير جدا. وبعد كده ختمت اليوم تاني سيشن في الجيم، كانت اجمد شويتين من السيشن الاولانيه. لسه مخلصين السيشن بتاعت الجيم في اليوم الثاني، واخيرا اخر حاجه في اليوم هنتعشى النهارده تونه. هي ميكس بين التونه والافوكاتو والخضار، ومتحمس ليها وشكلها جامد يعني. وبعد يوم طويل جدا اخيرا خلص الحمد لله. نمنا نوم عميق عشان نستعد لثالث يوم واخر يوم في البروجرام. نبدا على طول في اول اكتيفيتي عندنا النهارده، وهنبداها بالجيم. وبدات اليوم بقى في الجيم، وكانت عباره عن سيشن فتنس. خلصنا 3 ايام تدريب، كل يوم كان مختلف عن اليوم اللي قبل. تمرين فول بودي صح، خفيفه جدا، حتى الست كان قليل جدا. تاني يوم حاولنا نزود شويه، ثالث يوم انت جاي طبعا فاطر والجو الصبح، لعبنا تمرين فتنس. ومن السيشن الجامده دي رحت بعد كده عشان اجرب حاجه برضو لاول مره، وهي جلسه الووتر ريفلكسولوجي. الجلسه اللي هناخدها النهارده هي جلسه البيزك، اللي هي الجلسه الاساسيه. الووتر ريفلكسولوجي هي عباره عن سيشن انا نزلت في بول كده. البول ده هو هيتد طبعا، ونمت على مات كده بسيطه وحط زي فوطه على عيني، وبعدها بدات استرخي بشكل رهيب، لان الكابتن بدا اوريدي يعمل زي مساج خفيف في رجلي في اماكن محدده جدا جدا في رجلي. وبعد كده رحت الحاجه وهي جلسه علاج بالصدمات. بداتها اول حاجه بساونا، وقعدت في الساونا تقريبا ربع ساعه. ومن الساونا نزلت في ميه كانت درجه حرارتها 10، وبعدها ختمت السيشنز دي بشاور لمده ربع ساعه تقريبا في درجه حراره 40. كنت حاسس ان انا بتبستر مش فاهم في ايه. لسه مخلصين حالا مرحله البستره فعليا، يعني انا حاسس ان انا طالع عندي باور مختلف. بالظبط. ايه اللي حصل؟ نوع معين من التاثير الفسيولوجي على جسمك نفسه. كل الكلام ده اثر لك على الفسيولوجي كامله جوه جسمك، على الاعضاء كلها، على الكبد، اثرنا على الكبد، اثرنا على القولون، مشاكل القولون. ختمته باجمل حاجه ممكن تختم بيها كل الكلام ده، بسيشن مساج علاجي. هو المساج يعني مش بس لايف ستايل، هو فعلا لازم يكون اسلوب حياه. واخر حاجه في البروجرام هي كانت جلسه الديستشارج. الديستشارج هي كانت عباره عن سيشن انا بقابل فيها تقريبا كل المدربين والدكاتره اللي قابلتهم على مدار البروجرام بتاعي كله. خلينا نبدا كده ايه واحده في واحده. طيب العمود الفقري عندنا فيه كذا نقطه فيها اعوجاجات، وكذا نقطه الفقرات فيها مش مظبوطه. وكانت الصدمه ان انا فهمت اكتر ان انا عندي بعض المشاكل اللي ليها علاقه بالعظام وليها علاقه بالعمود الفقري بتاعي، وان انا لازم اغير من عاداتي علشان المشاكل دي ما تكبرش اكتر بعد كده. بشكل عام استمتعت جدا جدا بالتجربه. كل حاجه في البرنامج بجد كانت مجهزه بعنايه كبيره جدا، والاهم ان هي كانت موجوده بكواليتي اكتر من ممتاز. مبسوط ان احنا عندنا في مصر منتجع بالكواليتي والجمال ده، واتمنى ان احنا بجد نهتم بالسياحه العلاجيه والنوعيه دي من المنتجعات تزيد وتكون موجوده في كل المحافظات. جميل ان احنا نفصل في منتجع صحي، ناكل اكل صحي ونغير روتين يومنا كله بشكل صحي، ونفصل من روتين يومنا السريع اللي للاسف كله غلط. شكرا زازان ويلنس ريزورت على الاقامه اللي اكتر من ممتاز، واكيد ان شاء الله هرجع تاني.